قصة أرض زيكولا الجزء الأول. البطل خالد في قرية صغيرة هادئة اسمها بشرود. كان يعيش شاب طيب وهادئ اسمه خالد. خالد كان مختلف عن باقي الناس، كان دايماً بيدور على مغامرة تغير حياته، وكان عنده حلم قديم إنه يلاقي مكان غريب، مكان الناس اتكلمت عنه لسنين، مكان اسمه أرض زيكولا. وفي يوم من الأيام، وبعد ما حياته اتلخبطت وما بقاش لاقي لنفسه طريق، قرر يزور سرداب طويل مهجور في أطراف القرية. الناس كانت بتخاف منه وبيقولوا إن اللي يدخل عمره ما بيرجع، لكن فضول خالد كان أقوى. دخل السرداب، الهواء بارد، الظلام شديد، ومع كل خطوة كان يسمع صدى خطواته بيرجع له. وفجأة الأرض تهتز من تحته، والهواء يتغير، والظلمة تتلاشى تدريجياً. لقي نفسه واقفاً في أرض مش شبه أي أرض يعرفها، أمام بوابة عظيمة مكتوب عليها: أهلاً بك في أرض زيكولا، حيث المال ليس مالاً بل ذكاء. اتصدم خالد لما عرف إن زيكولا لها قانون واحد غريب: التعامل هنا بالذكاء لا بالمال. كل شيء تدفعه من ذكائك. لو حد خسر كل ذكائه بيتخلصوا منه فوراً، وده كان أكتر شيء خوف خالد. لكن مع الوقت بدأ يفهم نظام زيكولا، وبدأ يستخدم ذكائه الحقيقي اللي عمره ما كان عارف قيمته في عالمه، وتعرف على ناس جديدة، ووقع في مشاكل ومؤامرات وأسرار خطيرة عن حكام زيكولا. وبدأ يدرك إن دخوله المكان ده مش صدفة، وإنه الوحيد اللي يقدر يغير مستقبل زيكولا كلها. وفي قلب المدينة الكبيرة ظهر شيء أهم: حب حقيقي بدأ يدق قلبه لأول مرة. حب خلاه يقاتل مش بس علشان يرجع بلده، لكن علشان ينقذ اللي حبها. هنا بدأت رحلة خالد الحقيقية، رحلة هزت زيكولا من أساسها. لو عايزين الجزء الثاني ما تنسوش الاشتراك